السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. مش هتطلعي من الفيديو ده غير وانتي تعرفي تعملي احلى صينية بسبوسة، احلى من بتاعة الحلواني او اللي بنشتريها من بره. زي ما انتوا شايفين طالعة ازاي من الصينية وشكلها تحفة وشاربة كل الشربات بتاعها، حاجة كده بجد تحفة قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش لو أول مرة تشوفوا قناتي فورا تشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس على الكل علشان لما أنزل أي وصفة يوصلك مني شعر إن نزلت وصفة جديدة. وكمان ما تنسوش اللايك علشان تشجعوني، يلا أتحفوني كده بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوة. زي ما انتوا شايفين البسبوسة بجد تستاهل لايك حلو قوي، وكمان تشيروها مع اصحابكم اللي حابين البسبوسة. يلا بينا نبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنعمل الشربات بتاعها، وهو كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية. نفس الكوباية اللي هنستخدمها في المقادير كلها هي واحدة، سواء عندك كوبايات معيارية او المج بتاعنا بتاع الشاي اللي في البيت. تمام. حطينا عليها عصرة نص ليمونة وهنسيبهم كده على النار لغاية ما تدوب السكر لوحده عادي جدا، وهيبدأ يغلي وتمام. هياخد قد ايه على النار؟ هياخد حوالي 7 دقايق من بعد الغليان. عندي هنا نص كيلو من سميد البسبوسة. تعالوا نشوفوا هيطلع كام كوباية. ويا ريت يكون عندكم كوبايات المعيارية دي يا جماعة، بتظبط المقادير قوي قوي. تمام. مش مشكلة لو ما عندناش، يعني لو ما عندناش يبقى المج بتاعنا عادي جدا. هو اللي في فرق، في مج بيبقى 245 ملي وفي مج بيبقى 250، ما فرقتش كتير يعني. عندي هنا اهو كوبايتين من السميد، وكمان الكوباية التالتة مش مليانة، حوالي كده 3 كوبايات الا ربع من سميد البسبوسة. عليهم رشة من الملح، تمام، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. يعني اهي اخدت معلقة صغيرة عشان هي مش راضية ترش معايا. فهنحط مكونات الجف كده مع بعض، الملح والفانيليا وسميد البسبوسة، وهنقلبهم كويس كده وهنحطهم على جنب. هنجيب لا كمان هنحط نص كوباية من السمنة البلدي. البسبوسة او الحلويات الشرقي سواء كنافة او بسبوسة بيحبوا قوي قوي السمنة البلدي. كل ما كانت نوع السمنة بتاعك حلو تطلع معاكي البسبوسة ريحتها وطعمها لذيذ قوي قوي. تمام. خاصة البسبوسة بتعتمد على نوع السمنة بتاعتك، بيبقى لها ريحة جميلة جدا وطعم لذيذ قوي. تمام. بس كده هنقلبهم كويس جدا مع بعض لغاية ما يتجانسوا مع بعض ويبقوا زي حبات الرمل المندية. يعني عاوزين كل حبات السميد بتاعي وسط، لا هو ناعم قوي ولا خشن. تمام. لو جبتيه خشن ممكن تطحنيه طحنة كده على في المطحنة بتاعة السكر البودرة. جبت هنا كوباية الا ربع من حاجتين، من الحليب وكوباية الا ربع من السكر، وهنحط عليهم معلقتين كده كبار حلوين من العسل الجلوكوز، وتقدري تستغني عنه في الوصفة، وممكن تحطي مكانه عسل ابيض، مفيش اي مشكلة، وكمان نقدر نستغنى عنه خالص زي ما قلت لكم. تمام. اهم حاجة حلوياتنا بتتظبط بايه يا جماعة؟ بذرة الملح، المعلقة الصغيرة جدا اللي هي على سن المعلقة كده، يعني ربع معلقة صغيرة هيطلع معانا الملح، هيخلي هيعادل الطعم قوي خاصة في الحلويات. تمام. هنحطهم كده على النار لغاية السكر ما يدوب، تكون على نار هادية. انا مش عاوزاه يسخن ولا يغلي معايا، لا خالص، لغاية السكر والعسل الجلوكوز كله يدوب مع بعضه. تمام. وبعدين اطفي خلاص النار واستخدمهم، احطهم على طول على السميد اللي احنا حضرناه او خلطة البسبوسة بتاعتنا. تمام. زي ما انتم شايفين مش هعجن ولا اي حاجة، تقلبتين كده يمين وشمال لغاية ما احس ان الحليب وصل لكل حبات السميد. وهجيب بقى الصينية بتاعتي هنا مقاس 26. تقدري تستخدمي لو عاوزة السمك يكون رفيع شوية تقدري تستخدمي 28 او 30. هاخد كده معلقة حلوة من الطحينة. تمام. وهبطن بيها الصينية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. علشان طب ليه طحينة؟ مش هيطلع طعمها خالص يا جماعة
بل بالعكس بيديها لون حلو قوي من تحت، وفي نفس الوقت يعني ايه بتطلع معايا من الصينية. لو ما عندكيش طحينة مفيش اي مشكلة، تقدري تدي دهنة من الزبدة او السمنة. تمام. مش هندخل في وصفة البسبوسة نهائي زيت، علشان هي زي ما قلنا بسبوسة يعني سمنة بلدي. ودي طبعا حاجة مهمة جدا في البسبوسة، ان احنا نستخدم نوع سمنة يكون جيد او ممتاز جدا علشان تطلع معايا الطعم لذيذ والريحة كمان تبقى حلوة. بس كده هدخلها على فرن درجة حرارة 190. تمام. لمدة حوالي 25 دقيقة أو 30 دقيقة. خلاص الشربات معايا أخد حوالي 7 دقايق من بداية الغليان. هطفي عليه واديه رشة من الفانيليا، بيدي ريحة حلوة جدا لما تضيفي الفانيليا بعد ما تطفي على طول. أخدت معايا البسبوسة اللون الجميل من فوق ومن تحت، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله. حطيت الشربات، طبعا هي سخنة والشربات بتاعي لسه دافي وسخن. تمام. حطيته على البسبوسة مباشرة. تمام. برضو لو الشربات بتاعك بارد مش مشكلة، عادي انزلي بيه على البسبوسة وهي سخنة. تمام. بس كده شايفين اتشربت معايا، ودي علامة من علامات نجاح البسبوسة، ان البسبوسة بتاعتي طلعت مظبوطة 100%. زي ما انتم شايفين كده انها بتتشرب كل الشربات اللي انا بحطه لها. شايفين؟ هسيبها كده تهدى شوية، وبعد كده ايه هنزل عليها ببقية الشربات. خدت ما شاء الله الكمية كلها. زي ما انتوا شفت قوام البسبوسة يكون ايه، مجرد ما احنا نرج الطاسة كده. تمام. هي تتفرد معايا لوحدها، لا تكون ناشفة قوي ولا تكون سايلة قوي معاكي. خلي بالكم برضو السوائل بتنشف البسبوسة معايا، فياريت السوائل ما تكونش كتيرة زيادة عن اللزوم. كوباية إلا ربع من الحليب وكوباية إلا ربع من السكر، كده الكمية ممتازة على نص كيلو السميد. تمام. زي ما قلنا اللي هو 3 كوبايات إلا ربع. شايفين طالع معايا ما شاء الله. سبتها بس تهدى شوية، حاجة كده تحفة. هعمل لكم كمان إن شاء الله بسبوسة المية بطريقة سهلة جدا. اللي ما عندوش حليب وعاوز يعمل بسبوسة يقدر يعملها، وهقول لكم يعني الفرق بينها وبين بسبوسة الحليب. ما شاء الله عاوزة اقول لكم طالعة ريحة وطعم مش يعني، بصوا شايفين ما شاء الله مرملة قوي. ريحتها وطعمها لذيذ جدا. جربي ان شاء الله الوصفة تعجبك قوي قوي. انا عملت لك الكوبايه بالكوبايه، وان شاء الله هكتب لكم المقادير كلها بالكوبايه والجرام في صندوق الوصف. واول ما تجربوا وصفتي يا ريت تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. انا متاكده ان شاء الله انكم هتطبقوها بالظبط كده، وهتطلع جميله قوي وتسلم ايدكم مقدما. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. واستمتعوا ببقيه الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.